اوكي يا جماعه، زي ما قلت لكم امبارح هنعمل جدول بسيط كده للعشر ايام دول. واكشلي اكتشفت ان هما 6 ايام، مش 9 ولا 8. كنت في دوامة الامتحانات فما كنتش مستوعبة قد ايه الوقت عدى بسرعة. المهم هحط الانسبيريشن اللي جبت منه الجدول على الشاشة دلوقتي. وعملتها بس بالحاجات اللي انا دايما بنساها، يعني ما حطيتش مثلا الفروض. ما حطيتش مثلا لا، حطيت الصيام بصراحة. بس حطيت يعني الحاجات اللي انا على طول بنساها زي الذكر والقرآن والحاجات دي. انتوا برضو ممكن تشيلوا وتحطوا اللي انتوا عايزينه. وكده كده يعني بنترست مليان بقى انسبيريشنز كتير قوي. بس ما حبيتش اضيع وقتي في الجدول او في حاجه زي كده، علشان يعني ايه، هقعد اعمل والون وحنتف وبتاع، وفي الاخر اصلا هما مجرد 6 ايام. واحيانا بعمل الحاجات وبنسى اصلا ان انا كنت عامله لها جدول، فاهمين قصدي؟ فما حبيتش يعني اضيع وقتي او احط مجهود جامد في جدول زي ده او في حاجه يعني ايه عدى منها اصلا وقت، فاهمين قصدي؟ بس انتوا عادي تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه، انا جاست اديتكوا الفكره وانتوا بقى ظبطوها على حسب دماغكم، على حسب انتوا عايزينها ازاي.